في الكادر كده يا مصطفى ظاهره في ايد حضرتك. تمام. ادي اول صوره مبارك الانسان. ده الاستاذ سامي زين الدين اللي مش عاجبه الماده اللي طلعتني. هاتها لي يا مصطفى. أيوه. مبارك الانسان. مبارك الانسان. ماشي. نقول ايه بقى؟ حسني مبارك هو قائدنا وحبيبنا، صاحب اول ضربه جويه رجع بيها كرامه لينا. كانت قوه بيها حركه اصلاح حقيقيه. حسني مبارك الطيار هو ابونا اللي راعينا، ده اللي حبسني يا طيار الاستقلال. كان حيران فكر ازاي يعمل لنا حاجه عظيمه يخدم بيها شعب ملوش غير رب رؤوف بعباده. احنا مستنيين واحد يجي حاسس بيهم، بيفكر ليهم ازاي ياخدهم بايديهم. من شخص حكيم في وجود صعوبات جامده قوي. اولا طبعا ده كاتبين في شعر يا باشا يا فندم. ده لسه ده شعر. ده لسه طب هات لي حاجه ثانيه كده. ما هقول لحضرتك. عشت لمصر يحاميها، عشت لمصر يحافظها، شفت مصالح شعبك فين لبلدك، ده اللي حبسني. ماشي. حاجه ثانيه بقى عشان الوقت برضه. بص يا فندم، ده انت معاك مستندات للصبح. وحاطط صوره السيده سوزان مبارك الراعيه للجمعيه. يا تيار الاستقلال. وادي مقالته بقى اللي بخط ايده وعمل المقدمه وكتب الاتي اهو. ادي صوره سيادته اهي. وتحت هو رئيس اللجنه الثقافيه اللي كاتب الاولى. اي ليه بقى حضرتك؟ لقد وصل بنا زعيمنا الملهم فخامه الرئيس محمد حسني مبارك بحكمته بر الامان رغم ما احاط بنا من عواصف وانواع داخليه وخارجيه. تمام؟ ادي الاستاذ اللي حقق معايا وحقق مع عائشه عبد الهادي. بجد والله؟ مع زميله محمود صبروت هنتكلم فيه دلوقتي. بيكرم الست عائشه عبد الهادي اللي طلعها بكفاله وحبسنا انا 15 يوم يا طيار الاستقلال. اهي الست عائشه بتتكرم. وادي مقالته عن حسني مبارك. ده انت ما سبتش حاجه الا ما انت جاي. اكمل بس. ادي واحد. اتنين، زميله الاستاذ الفاضل محمود الصبروت. وانا بقول كلام اهو تاني. لو انا بكذب اعملوا لي بالك كاذب. القناه مالهاش دعوه. انا بتحمل المسؤوليه لو انا بكذب قدام شعب مصر والعالم العربي، عشان بس الناس ما تكلمنيش في وقعة الجمل تاني.